بصوا يا حبايبي، ده جزء من المرته اللي هي اتحرقت. شوفوا لونها اسمر قوي ازاي. طبعا دي ملهاش لازمه، هتترمي. شلت لكم جزء منها عشان ما ذكرتش اول الفيديو، ذكرت في النص. المفروض اقول لكم ان تتصفى قبل ما نضيف عليها الاضافات اللي هتخليها ذهبي زي ما كانت. ماشي يا حبايبي، يعني نصفي السمنه الاول ونشيل المرته دي نرميها. خلاص، يلا بقى نشوف هنضيف ايه على السمنه اللي هي اتحرقت عشان تبقى ذهبي وجميل. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم حبايبي في معلومه مفيده مع نانا. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتشوفوا الفيديو. النهارده هقول لكم ازاي نرجع الزبده اللي هي ممكن نسهى عليها وتتحرق مننا غصب عننا طبعا. نرجعها ازاي صفرة وذهبي وجميله زي ما كانت. بصوا الزبده دي يا حبايبي، يعني سويت عليها دقايق بس لقيتها ايه بالمنظر ده. تمام. نرجعها ازاي بقى يا حبايبي؟ بطريقه سهله وجميله جدا. هنجيب يا حبايبي كوبايه لبن زي ما انتم شايفين كده اهو، تكون مليانه على الاخر، وما يكونش اللبن اللي هو في الاكياس، لازم يكون لبن حليب. تمام. الكوبايه دي هنحطها على السمنه، والسمنه تكون دافيه. خلاص يا حبايبي، تكون دافيه. وايه، ونتابعها بقى، نقف جنبها المره دي ونقلب دايما كده من وقت لاخر. تمام. يلا نحط اللبن ده على السمنه ونشوف ايه اللي هنعمله. هنا هنحط ايه اللبن على السمنه وهي دافيه. تمام كده. هيبدأ يغلي واللبن يتكتل تحت، ونقلب كده بقى. هنقلب اللبن دوت ونهدي النار على الاخر. هتلاقوا بقى اللبن دوت هيسحب كل الحرقان والسواد اللي انتوا شايفينه ده. بس المرة دي نقف ايه، نقف معاه، نقف شوية كده جنبه، ما نسيبهوش بقى، ما احنا اتعلمنا خلاص. اللون ده كله بقى هتلاقوه ايه اتغير خالص. نسيبه كده يغلي شوية الاول، وبعدين نوطي عليه ونقلب من وقت لاخر. انا بقطع الفيديو كل شوية كده علشان ما اطولهوش عليكم. بصوا بدأ يغلي واللبن يطلع لفوق. هيفضل اللبن يطلع كده ويعمل رغاوي لحد ما الرغاوي دي نبص نلاقيها قلت خالص، بتبقى عامله زي الجبنه كده. طبعا هتتصفى في الاخر علشان لما نصفيها طبعا التصفيه ديت اللي هو طلع منها مش هيبقى مرتب. تمام. هي كده غليت، نوطي عليها بقى على الاخر زي ما انتم شايفين كده. وما نلاقي كده بقى ايه، نقلب زي ما قلنا من وقت لاخر. هتحسي ان اللون افتح، وفي النهايه هتبقى ذهبي وجميله جدا. بدأ اللون اهو يبقى ذهبي، بس لازم الرغاوي دي تتشال. الرغاوي دي لازم نشيلها ازاي بقى؟ هي لوحدها هتتشال، مش انت تشيليها من نفسك. تمام. هي هتتشال مع الغلية، هتلاقيها قلت والسمنة هتلاقيها صفيت وطلعت لفوق. يعني ممكن يكون نخليها لما تبقى ذهبي، بس مش هتبقى مرتة طبعا. بصوا حبايب الرغاوي بتغمق ازاي. عادي نقلب برضو. ونسيب الرغاوي دي زي ما هي نسيبها كده لما هي تختفي لوحدها. يا حبايبي خلي بالكم ما نستعجلش عليها، علشان السمنه اللي احنا سيحناها ما يبقاش فيها ميه وطعمها طعم لبن كده، مش هتبقى سمنه،
كده اهو من السمنه، لانها لسه فيها السوائل بتاعه اللبن. تمام، بس على نار هاديه وواقفين جنبها طبعا. اهو يا حبايبي بدات الرغاوي اللي طلعت من اللبن تقل شويه، واللبن بيغلي زي ما هو. وفي ملحوظه يا حبايبي لازم ان احنا نعملها، للاسف اتقصت في الفيديو. هنعمل ايه بقى؟ عارفين دي بقى المرته دي، هي دي المرته اللي ايه كانت مسمره ومحروقه، دي لازم نصفيها قبل ما نحط اللبن وننقل السمنه في حله تانية. يعني انا في الاول صفيتها، شوفوا لونها كان ايه، صفيتها ورميتها طبعا، واخدين بالكم، وحطينا اللبن والسمنه في حله نظيفه. تمام يا حبايبي، علشان مش معقوله هنحط اللبن على المرته المحروقه. خلاص، اللبن بدأ اللي احنا حطيناه يجبن ازاي، وزي ما قلنا الوش ده ما نشيلهوش، نسيبه لحد ما يختفي والزبده تظهر. بصوا يا حبايبي بدأ بقى الرغاوي تمشي، وطبعا شوفي اللون بدأ بعد ما كان اسمر جامد، بصوا بدأ يبقى لونه ذهبي ازاي. وطبعا الرغاوي دي كلها لازم تختفي خالص، علشان هي دي اللي بتعمل طعم ومرارة للسمنة بعد ما تخلص. تمام، بصوا حبايبي الجمال بقى، انا استنيت شويه عليها عشان ما اطولش الفيديو زي ما قلت لكم. بصوا اللون بقى جميل ازاي، طبعا بغض النظر عن على الوش ده كله هيتصفى. بصوا لونها بقى جميل ازاي يا حبايبي، بعد ما كانت سودا وغامقه خالص. اللي انتوا شايفينها غامق دوت اللبن اللي هو حطينا عليها بعد ما شال كل السمار اللي هو في السمنه، ورجعت زي الاول وجميله ازاي. كده خلصت خالص. يلا بقى هضيفها في البطرمان وارجع لكم، لازم تتصفى كويس. بصوا بقى نصفيها ازاي، كل ده لازم ننزله كويس اهو، بس كده صفيناها ولونها هيبقى ايه اهو. بصوا ده كله بقى هيترمي. بصوا حبايبي ده كله ملوش اي لازمه، عشان شال كل لو في مراره في اي حاجه في الزبده، واخدين بالكم. بصوا حبايبي بقى منظرها، بصوا طعم وريحه رجعت زي ما كان، واللبن طبعا فادها مش ضرها. غير كده كمان المصفى طبعا سلوكها واسعه، لازم نشيل اللي تحت ده بمصفى ارفع من كده. هفضيها في البطرمان بقى وارجع لكم اهو يا حبايبي. بعد ما صفيناها بحاجه خرومها قليله، نزلنا كل الفتافيت اللي فيها والسمنه بقى لونها جميل ازاي، غير الاسمرار اللي كانت فيه، وريحتها جميله وتحفه. كده حطينا استغنينا عن كوبايه لبن ورجعناها زي ما كانت. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.